شفتوا فين وصلت الحق ديالكم صحافه الزيكو، شفتوا فين وصلت الرسائل ديالكم للحقد على المغرب ومنا وكان وتشجعوا كاع المنتخبات وبديتوها بالبرازيل. نتوما اللي بديتوا هذه المشاكل ديال تشجيع المنتخبات، وقبل بها بديتوها في كاس افريقيا في النهائي، خرجتوا كل شيء، خرجتوا الناس تحتفل في الشوارع وكذا منا. شفتوا الحقد فين وصل؟ ها لاعيبه ديال كره السله اللي خاصها نورمالمون هذه ديريكت، هذه عقوبه ديال عام 90 ما تجيش تلعب كره السله. السي وليد صادق، السي وزير الرياضه، يعجبك الحال بحال هكا لاعيبه ديال كره السله تضرب البنت غادي تقتلها؟ يعني واش عاجبك هذا الحال هكذا تضرب البنت بهذيك الضربه هذه؟ ولا مي ما رضاتش بالانهزام؟ حنا نازمين عمرو ما ربحنا المغرب، وعمرو ما غادي يربحوا المغرب، وحتى مجال ما غاديقدروا يربحوا المغرب، لانه المغرب يتفوق عليه في كل شيء، لانه عندهم كاليتي وخدامين وكلامنا وغاديين في الطريق. حنا غاديين بنيتنا ديما يا اما المشاكل، يا اما نسبوهم، يا اما نديروا لهم المشاكل، يا اما نديروا هذيك، وفي الاخير نخرجوا نديروا روحنا اللي عندنا، لان عندنا واحد الطراجي في قطر يدافع على الكذوب وكذا منا، كيما هذه ديال المؤامره اللي درناها مع النمسا، خرجوا هو يدافع عليها، هو اكبر مكولس واكبر مؤامره يديروها هو حفظ الراجي ورباتو. يعني بحال هذا الانسان، بحال هذه اللقطه اللي دارتها هذه البنت، نورمالمون لو كان فيه الانسانيه هذا يطالب بمحاسبه ديالها ومعاقبتها عامين. ولكن من تجي بحال مثلا هذاك الحقد اللي فيه والغيره والحسد من المغرب اللي فيه واللي في جماعته ديال صحافه الزيكو اللي في هذوك الكوارع، سي نورمال نعيشوا هكذا هذه الكوارث هذه، سي نورمال نعيشوا هذا الحقد وهذا الحسد. يعني بنادم تشد السوشيال ميديا، الناس كل ماتش يشجعوا لك، خطره يشجعوا لك هذه، خطره يشجعوا لك هولندا، خطره يشجعوا لك منا، مصاحبين المغاربه يشدوا فيك وقالوا لك بانه هذه راه مؤامره وكلاسه، راك دير منشور مول منشور. لا حنا ما نديروش هكا. شكون انت؟ راك داير كيش هذا، داير مؤامره وكلاس، هذا دايرها ديريكت. انت درتها مع النمسا، واليوم هذه البنت هذه اللي دارت هذا الشيء في كره السله لانه انهزمت مع المنتخب المغربي بحصه كبيره، راك شوف واش دارت. يعني ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي حرام، يعني وصلتوا الكره والغل حتى اللاعبين ديال كره القدم ولا كره السله ولا ماشي دخلتوا في النوادي نمشيو نحرشوهم، نمشيوهم كاملين. اتونسيو تخسروا مع المغرب، في التالي نمشيو نخسروا ناكلوا طريحه ونجيو. في المنتخبات الشبانيه كلينا طريحه، في السيدات ولا في الفتيان، في اي مجال ناكلوا طريحه. وتجيو تقول لي انا ما دايرش مؤامره وما دايرش كولاسه. اول حاجه والله ما تحشموا، كون جيتوا تحشموا يا صعبه تزيقوا لاسباب هذه الفتنه وسبب هذا الكره، هو لكم دخلتوا العقل ديال الشاب، دخلتوا له بانه فري المغرب هو اللي دار لنا المشاكل، فري المغرب هو اللي متعدي علينا، وهذا كل شيء كذوب وحتى حاجه ما كاينه منه. بصح غيتخلصوها غاليه، تخلصها في الدنيا ولا تخلصها في الاخره، ترى مخلصها اصلا في الدنيا والاخره. المهم هذه من جهه. ثاني حاجه هوغو بروس روح صاحبي، الا كنت راك كبرت وشرفت باقي تقول لهم انا كنت باغي نواجه المنتخب المغربي لان موالف انه هازم، ويا ودي روح صاحبي دير في بوليميكات. البارح كندا جرات عليك رفد باكاجك وقلع لجنوب افريقيا. ولو كان وحنا ماذا بيك واجهت المنتخب المغربي كون عطاك درس وصيفطك عمرو ما تعقل على روحك. ياك ما صحاب لك تولي تقول لهم التصريح اللي درتو مع الركراكي ولا التصريح هذا راه ما تعرفوش كاع وهبي كيفاش غادي يدخل لك. وهذا ما تقادر، هذه ديريكت، هذا يمشي ديريكت يقصدك يربحك والسلام عليكم ويصيفطك تروح. والله غير علمك الكره هذا. ياك ما صحاب لك هذا الركراكي اللي جيت قلت لهم انا كنت عارف الخطه ديالو باش كان يلعب وكنت عارف ومنا وخرج زعما تبين راسك، هذا والله ما تعرف فيها شي حاجه. روح صاحبي ركب في الطياره وقلع روح تروح. نفضوك الكنديين فد باكاجك وقلع. ساعتك كملت روح قول لهم راني درت انجاز، روح جنوب افريقيا قول لهم راني درت انجاز، اهلتكم الدوزيام تور اللي ولا الدوزيام تور يتاهلوا لها كاملين بحالك انت الكمامر ديالك انت. لو كان بقى كاس العالم ديال بكري ديال 32 والله ما تطلعه، والله ما تشوف كاس العالم هذا اللي وليتو تطلعوا لها من هبه ودبه. رواح طلع رواح ركب غدوه عاود يديروا 64 منتخب، زيد اطلع استاذ الصومال اثيوبيا كلشي هذوك الفروق الصغار كاع جبرهم طايحه. موريتانيا موريتانيا عندها الحق تطلع من يديروا 64 حتى يطلعوا، واش غتبقى قاعده دير؟ النيجر كاع يلعبوا هذا كاس العالم هذا. المهم هذه من جهه. اليوم كاينه مقابله ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الهولندي، ان شاء الله باذن الله راه مربوحه مربوحه بجوج واحد ان شاء الله باذن الله. انا ما بغيتش نهضر على صحافه الزيكو لانهم شفتهم هضروا على هذه المقابله، واحد يقول 99% والسوشيال ميديا وبعض الجراثيم ديال المصريين لابسين تركويات ديال الاخر. وانا بغيت رساله واحده نقولها للمغاربه، شوف ما يستفزوكمش وما تكومونتيو لهمش وما تدخلوش لي باج ديالهم. يا الله يرحم الوالدين، هما خليه يدير تريكو هولندي، خليه يستفزك. انت مين تربح؟
وتكمل الربحه، روح انت استفزو. باش تستفزو دير فيديوهات، عاون المغاربه اللي دايرين لي باج، شجعوا المغاربه اللي عندهم باجات واستفزوهم، شجعوا المغاربه اللي عندهم في تيك توك، اللي عندهم في اليوتيوب، اللي عندهم في لي باجات، تابوناو معاهم. ما تكومونتيلوش، الا كومونتلو بالعكس راك غادي تطلع له التفاعل. الا انت تكومونت تقول اودي غادي ندافع ونسب، لا هذيك غلطه. هذاك الدافع وتسب هو عاجبو الحال تسبو، لانه هذاك الكومونتير ديالك غيخلص عليه، لانه هذاك الكومونتير ديالك يطلع له لاباج، وهذاك واخا ما ديرلوش لايك الكومونتير ديالك طلع. انا شفت بزاف، راني نشوف الحالات بزاف. واحد قالها في التريكو ديالنا، واحد قال لهم نحسن الموسطاج ديالي. الا ربحت المغرب وغادي نشوفوه واش يحسن، واش قادر بلا نحسن الحجبان قال لهم ماشي موسطاج، قال نحسن الحجبان ديالي. هذاك كذاب، هذاك راه باغي البوز، هذاك راه يدور على البوز. بصح انا كمشجع المنتخب المغربي ما نمشيش نكومونتيلو، ما ندورش في مسوقلاش، ما نطلع له تفاعل، ما نخليه يموت هكاك، نخليه يوصل واحد 200 لايك ولا 100 لايك من ديالنا هذوك اللي دامرينو، وخليه مع ديالنا. انت كمغربي ما تطلعلاش، انت ما تمشيش عندها، صمكها معاه، تشوفوا بلوكيه، دير له بلوك، والله القسم والله الا تنجاو، والله القسم، وديروا لهم بلوك هاد لي باج، وتعاونوا المغاربه في الاخر، وتخليوا المغاربه هذوك اللي عندهم لي باج طالعين بزاف ما شاء الله، كاين بزاف لي باج مغاربه خاصهم التفاعل، وتعاونوا معاهم. والله العظيم الا تربحوا في هاد لافير، والله القسم تربحوا. تجي واحد تسيب كاين المغاربه تسيب عندهم مليون، واحد مليون ونص، واحد 2 مليون، تسيبهم لاطاك في الاخر في السوشيال ميديا، غادي تغلبهم في التالي. بصح الا مشيت عنده انت بنيه انك تدافع، بالعكس راك بنيه انت تطلع له لاباج ديالو وتعاونو. بصح الا ما مشيتش انت وما مشاش الاخر وما مشاش الاخر، نعطيه جوج ثلاثه ديال السيمانات ويبلع لاباج ديالو ويهرب، خاص ما يجبرش التفاعل. واحد بحال لك تيك توك داير لايف، تمشي عنده تدافع، باش غادي تدافع؟ خليه يحل لايف يتفرجوا فيه 5 6 ديال الناس، ابري ما يسيب معاه ما يدير، يبلع اللايف ديالو ويمشي. هذا هو الطريقه الوحيده اللي غادي تنجح هاد لافير هذا. وحنا باذن الله، انا نعطيكم التفاؤل الاخر، باذن الله رابحين مع الصباح مع هولندا، غادي نربحوهم سوا 2-1 سوا 2-0، ونمشيو ان شاء الله لكندا ونربحوا كندا، ونمشيو ان شاء الله لفرنسا ولا الالمان حتى النهائي مع الارجنتين. اما تسوقوا لهمش، الا بغيتو تنجحوا في هاد لافير ما تسوقوا لهمش. نهار المصريين يلعبوا مع استراليا طلعوا عليها. عندكم لي باج، هذوك لي باج يمشيو المغاربه يهجموا هذوك لي باج ديال المغرب، الشعب يتهجم هذوك لي باج ديال المغرب، يطلعهم باش يبانوا في الاكسبلور ويعاونهم، وتشوف غادي ننجحوا في هذا الاخر، غادي راسهم يركعوا، تركعهم ديريكت، لانهم غادي يستسلموا، يقولك صافي خويا ما تزيدوناش. فهمت؟ ما الا بقيت تمشي عنده وتكومونتي بنيتك حسنه، لا تقول لي راني ندافع، لا ماشي بهذيك. انا راني نشوف فيهم، قادر ما نطلعهم انا هنايا ونكوماسي ندقدق فيهم، ولا لا فكرت انا خليه حتى يكمل الماتش، وغادي نقول لهم روحوا شوفوا هذاك اللي قال لك بغى يحسن حجبانو، واش راجل ولا ماشي راجل، باش تعرفوا هنا، باش تقبضوا الرجال واش رجال ولا ماشي رجال. راهم يهضروا غير في المواقع، في الواقع راهم كلشي خوافه. واش هذاك غادي يديرها؟ راه ما يديرهاش. انا نبسم لكم بها بمليون ما يديرهاش. هو بغى يدير تحدي باش يدير البوز به، باش انت هو غادي يدير البوز هاد الليله، ولكن غدوه غادي يهرب. يقولك انا واش نقلع حجباني، شكون كاين شي واحد يقلع حجبانو ويخليك انت طلعت له لاباج بلا ما تحس بلا ما تعيق. وانا هذاك الشيء اللي ما بغيتولوش. المهم فيا ما نديرو هنا وغادي نصمكو، ولكن لا خليه حتى نصمكو غدوه ان شاء الله باذن الله، تربحوا ان شاء الله ونفوتوا، وتما نصمكو مليح. ونهار يجي مصر غادي نولي ندير شي فيديوهات، غادي نتوما راسكم يهبلوا مقابله مصر، والله القسم الا ندير شي فيديوهات راسكم يهبلوا ان شاء الله باذن الله، باش نجريو عليها مع استراليا. هذا هو العقليه، هكذا باش نخدموا، باش ياك هما بغاو، هما قال لك هما اللي بداو، صافي بداوها مع البرازيل، وقال لك علاش المغاربه هجموا مع لي ماتش الاخرين، لا انت بديتها مع البرازيل باش المغاربه يردوا عليك. المهم بالتوفيق للمنتخب المغربي، وهذيك اللي ضربت هذيك المغربيه نورمالمون خصها عامين 3 سنين تحبس. فين هذا وزير الرياضه ديالنا اللي خلاه وصلنا اليوم لمرحله، يعني مرحله صعيبه. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، تهلاو في راسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.